اهلا بيكم. هو ايه السبب اللي بيخلي الشركات سواء ستارت اب او شركات موجوده بالفعل تتحول للتجاره الالكترونيه؟ الاجابه ببساطه ان التجاره الالكترونيه بقت خطوه اساسيه في نجاح المشاريع وزياده الارباح، مش مجرد رفاهيه زياده، لان مميزاتها كتير جدا سواء للتجار او المستهلكين. رقم واحد انها هتوصلك لعملاء اكتر، وده لان حسب الاحصائيات ان في 82% من المستخدمين اتجهوا للشراء اونلاين خلال السنتين اللي فاتوا بس، لانه اسهل وبيوفر لهم وقت ومجهود وبيقدروا يعملوا مقارنات بين المنتجات ويشوفوا تجارب وتعليقات المشترين السابقين. تاني حاجة ان المتجر الالكتروني بيوفر لك فرصة لعرض عدد غير محدود من المنتجات لاكبر عدد من العملاء. ولازم تعرف يا صديقي العزيز ان المتجر الالكتروني هو اهم فرع من فروع البيزنس بتاعك على الاطلاق. يعني لو عندك فرع لتجارتك في مصر والسعوديه ودبي، هيفضل المتجر الالكتروني هو الفرع الاهم على الاطلاق. ده غير حاجه مهمه، وهي ان المتجر الالكتروني بيخلصك من قيود الالتزام بمواعيد العمل واماكن تواجد عملائك. يعني مش مرتبط بمواعيد شغل او اجازات. بمعنى اصح ان متجرك هيبقى شغال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، وبتعرض منتجاتك لاي حد في اي دوله انت بتستهدفها. تالت حاجة، المتجر الإلكتروني هيوفر عليك مصاريف كتير بتحتاجها في التجارة التقليدية، زي مصاريف العمالة، الكهرباء، المية، الإيجار. بس خد بالك إن الدنيا مش وردي قوي كده، لأن في مصروفات تانية مختلفة، بس برضه هتقلل كم كبير من مصروفاتك التقليدية. وده بيزود فرصتك في توسيع تجارتك وزيادة أرباحك من غير مصاريف زيادة في عدد الفروع وتجهيزاتها. رابع حاجة، المتجر الإلكتروني بيوفر لعملائك أكتر من طريقة للدفع، يعني هتقدر تحصل فلوسك بالطريقة اللي تريحك وتناسب العملاء. خامس حاجة وهي مهمة جدا، هي التحليلات المتقدمة اللي تقدر تعرفها. يعني تقدر تعرف ايه المنتج اللي الناس زارته او كانت مهتمة بشرائه، تقدر تعرف هم فضلوا موجودين قد ايه في صفحة منتج معين، مين وصل لمرحلة انه وضع المنتج في السلة بالفعل سواء كمل شراء او لا. والاهم انك تقدر تعمل تراكنج لكل حركة الزوار على المتجر بتاعك، وتعمل لهم عملية اعادة استهداف او توصل للوكا لايك اودينس او جمهور مشابه للناس اللي بالفعل اشترت منك قبل كده. ودي نقطة مهمة جدا جدا، وتعتبر من أفضل الحاجات اللي ممكن بتجيب لك نتائج بعد كده في شغل التجارة الإلكترونية. سادس حاجة، المتجر الإلكتروني بيسهل عليك عملية إدارة مشروعك من أي مكان. يعني هتقدر تتابع المخزون وتتابع الأوردرات وتستخرج فواتيرك وأنت في مكانك. تقدر تضيف منتجات أو تحذف منتجات أو تغير أسعار أو تعمل عروض بكل سهولة. وأخيرا وليس آخرا، هو إن تكلفة المتجر الإلكتروني مهما كانت فهو أقل من تكلفة أي متجر حقيقي موجود على الأرض. لو مهتم تعرف اكتر عن التجاره الالكترونيه، اعمل لايك للفيديو واكتب لي في التعليقات تحب نتكلم عن ايه في الفيديوز اللي جايه. دمتم بسعاده.